وقت طويل جدًا معاكم، كنت موجودة في أول فيديو وكمان أول فرحة وأول لحظة توتر، ولكن جه الوقت إن ريمولا تاخد خطوة جديدة. سيداتي وسادتي أعزائي السكاكر أقدم لكم أول نسخة من ريمولا الجديدة. أهلًا يا سكاكر، باقدم لكم أول نسخة من شخصيتي الجديدة. بصراحة من زمان أوي وأنا نفسي يكون عندي شخصية خاصة بيّا لوحدي، وأخيرًا وليس آخرًا لمّا بقى معايا المقدرة إني أرسم وأحرّك عملت ده، وبجد أنا فخورة جدًا باللي عملته، لإن دي مش بس أول مرة أرسم شخصية فيتيوبر كاملة، دي كمان أول مرة في حياتي أحرّك شخصية Life2Z. الموضوع كان معقد جدًا يعني، ولكن ده اللي قدرت أعمله، ولسه كمان هاتطور أكتر بإذن الله. بما إني لسه هاطوّر الشخصية دي، هاطوّر تحريكها وهاطوّر رسمها وهاطوّر كمان جودتها. أنا أكتر حاجة بجد عاجباني فيها هي شعرها، بُصّي شعرها بيلمع إزاي، بصوا. ممكن ما حدش يتنمر، أنا مش رسامة محترفة عشان أعرف أطلّعها حاجة واو، بس هي لسه بجد محتاجة شغل جامد، وكل السكاكر هيشوفوا بعد كام شهر تطوّرها هيوصل لإيه، وهتقولوا واو بصوا ريم اتطوّرت إزاي وقدرت تعمل شخصية تحفة كده. فدي لسه البداية ليّا. هو أنتم بجد مش واخدين بالكم من حاجة؟ يعني أنتم مش ملاحظين حاجة هنا؟ ده مش ملاحظينه يا سكاكر؟ حاطة لكم هنا زرار من السكاكر في الفيونكة، علشان تعرفوا إن أنا مستحيل أنساكم يا سكاكر. اللي كانوا بيسألوا أنا كنت مختفية فين الفترة اللي فاتت، فأديكوا عرفتوا السبب. أنا قعدت بالضبط يومين بادوّر على تصميم مناسب ليها والألوان المناسبة اللي حابة أرسمها بيها، ويومين بارسم. الوقت في إيدي بنت ساعة، بس أنا بجد كنت في يومين مختلفين رسمت وخلّصت، وأخدت 3 أيام كاملين أحرّك، لإن الموضوع كان معقد جدًا، وجبت فيديوهات شرح للأجانب عشان ما فيش حد عربي بيشرح إزاي نحرّك الشخصية، فالموضوع بجد صعب جدًا، ولكن صدقوني بإذن الله هاتطوّر فيه. وأنا مش باعرف أرسم لبس ولكن هاتعلم عشانكم. يعني بُصّوا اللبس اللي أنا راسماه دلوقتي أي كلام صراحة. أنا ركّزت أكتر حاجة في الوش، لإن الوش هو اللي هيظهر أكتر حاجة، فمش مهم الجسم أوي، ولكن أكيد مش هارسم شخصية مهلبشة براس بس، فكان لازم أرسم لها جسم. بس اسمعوا مني يعني، استنوا التطوير لمّا تشوفوها هيحصل فيها إيه في المستقبل. السؤال بقى هنا ليكم يا سكاكر، هل حابين لحد ما أطوّرها أستخدم القديمة وأوريكم تحديثاتي وتطويرات للشخصية الجديدة ديًّا، أو النسخة الأولى اللي هي قدّامكم دلوقتي أنزّل بيها فيديوهات لو أنتم شايفينها مناسبة يعني؟ وبصراحة أنا باميل ليها أكتر لإن أنا صنعتها بنفسي، عملت كل حاجة فيها، دي متعوب فيها على فكرة، يعني مش شخصية كده وخلاص، ده أنا تعبت فيها. يا رب بجد تعجبكم. وبس كده الفيديو النهارده قصير باوريكم الشخصية، وباحبكم جدًا يا سكاكر.